السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لكل زمان قصص نجاح تروى وأمجاد تحكى، وفي المملكة المغربية سيشهد التاريخ على صفحات حافلة بالإنجازات والنجاحات. كلما مر الزمن أكثر إلا وارتفعت الأماني والأحلام أعلى، وترجمت إلى مشاريع وأوراش تشمل البر، البحر والجو، من شمال المملكة إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها. في زمن وجيز أضحت المملكة ورشا كبيرا للبناء والتحديث في سائر المجالات. تحولت بوصلة الاقتصاد الوطني نحو الصناعة. انتقلت المواصلات نحو السرعة القصوى. تنامى الاهتمام بالبيئة والطاقات المتجددة، وبات العنصر البشري محرك التنمية الشاملة، إلى أن صارت المملكة اليوم قصة نجاح تستحق أن تروى. قصة النجاح توخت بناء مغرب جديد يرتقي إلى مصاف الدول الصاعدة، وركزت في بداية الأمر على تطوير وعصرنة البنيات التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات. بدا الأمر وكأنه سباق ضد الزمن للتشييد والبناء. تم تحقيق تطور ملموس على مستوى التجهيزات الكبرى كالموانئ والمطارات، وتعزيز الشبكة الطرقية، والتدبير الأمثل للموارد المائية، وإطلاق مشاريع تطوير النقل السككي والنقل الحضري. ولأن مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد لا يستقيم دون شبكة طرقية قوية، كانت إرادة الوطن تحت قيادة جلالة الملك أقوى من العوائق والصعوبات الطبيعية، فلا الجبال والتضاريس الوعرة ولا الصحاري حالت دون شق الطرق في سائر أنحاء المملكة. فبعدما لم تكن المملكة تضم سوى حوالي 32 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة سنة 2000، باتت اليوم تتوفر على شبكة طرقية بطول 44 ألف كيلومتر. استراتيجية المملكة في مجال البنيات الطرقية ركزت بشكل مهم على تطوير شبكة الطرق السيارة بهدف ربط كبريات المدن مع بعضها واختصار مدة السفر. ليس هذا فقط، بل وربط أهم المنشآت والمرافق الاقتصادية. هذه الشبكة تربط أكثر من 70% من المدن التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، والموانئ الرئيسية للمملكة والمطارات الرئيسية كذلك. كما يتم ربط تقريبا 78% من المنشآت السياحية والمنشآت الاقتصادية. وتمكنت الشركة الوطنية لطرق السيارة من احتلال المرتبة الثانية أفريقيا بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. رؤية ملكية فتحت آفاق أرحب، ومكنت من تعزيز الرصيد الوطني من الطرق السيارة إلى 1800 كيلومتر حاليا. الطرق السيارة امتدت مستوية لتشمل جل الوطن، وحين تعذر ذلك كان اللجوء لجسور بل تحف معمارية
كما هو حال قنطرة محمد السادس على وادي أبي رقراق. بطول حوالي كيلومتر وارتفاع 200 متر، هي أكبر قنطرة معلقة في القارة الإفريقية. كل هذه المجالات تقريبا كانت تحظى بتتبع خاص من جلالة الملك، سواء على مستوى الطرق السيارة أو على مستوى الموانئ أو على مستوى السدود أو على مستوى السكك الحديدية أو على المجال اللوجستي بشكل عام. وهذه بطبيعة الحال كانت فيها برامج وكانت فيها أوراش ومنجزات. يكفي أن أدلل أنه في العشر سنوات الأخيرة حوالي 30 مليار ديال الدراهم سنويا تخصص لها الطرق السيارة والسكك الحديدية والسدود. في قصة نجاح المملكة الزمن ثمين جدا، لذلك انخرط المغرب بتوجيهات ملكية سامية في تطوير وعصرنة منظومة النقل السككي. ما يسمح بتنقل سريع وفعال للأشخاص والسلع وربط أمثل بين جهات المملكة. خطوط السكك الحديدية امتدت بطموح لتصل اليوم إلى 1300 كيلومتر من الطول. خطوط لها دور مهم في مجال النقل الوطني ومواكبة ما تشهده المملكة من دينامية اقتصادية واجتماعية، حيث تسمح اليوم بتنقل حوالي 40 مليون مسافر في السنة. نمو دفع المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تطوير المنظومة السككية. حاليا كنشهدوا تطور ملموس واللي كيلاحظوه الزبناء الكرام ديال جميع القطارات ديال السكك الحديدية، لا فيما يخص البراق لا فيما يخص القطارات الأخرى. تقريبا تم استثمار في قطاع السكك الحديدية ما يفوق 70 مليار درهم. السكك الحديدية هي اليوم وسيلة فعالة أيضا للنقل التجاري، من خلال نقل حوالي 30 مليون طن من السلع والبضائع، لا سيما نحو الموانئ الكبرى. ولأننا في عصر السرعة والنجاعة، قرر المغرب الانتقال إلى السرعة القصوى، وهو يكشف الستار عن أسرع قطار في القارة الإفريقية، البراق. خط حمل في أولى رحلاته في نوفمبر 2018 جلالة الملك نصره الله، مرفوقا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مدينة طنجة في اتجاه الرباط. مشروع جذب إليه أنظار العالم بعين الإعجاب، كونه أول خط للقطار فائق السرعة بإفريقيا، أنجز بسواعد وكفاءات مغربية. الخط الذي أنجز بشراكة مغربية فرنسية تصل سرعته إلى 320 كيلومتر في الساعة، وهو ما مكن من تقليص مدة السفر بين طنجة والدار البيضاء إلى 2 و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة. المشروع كلف تقريبا ما يناهز 23 مليار ديال الدرهم، غادي يعطي واحد الدفعة فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بطبيعة الحال غادي يربط ما بين هذا القطب ديال الدار البيضاء والقطب ديال طنجة، وغادي يعطي واحد الدينامية، غادي يرفع كذلك الجاذبية ديال المغرب فيما يخص الاستثمار الأجنبي، غادي يعطي كذلك دفعة للتنمية الاقتصادية لهذه المنطقتين. المحطات نالت نصيبها الوافر من مشاريع التحديث، حيث تم في إطار الخط فائق السرعة تشييد 4 محطات عصرية، هي محطة طنجة، محطة القنيطرة، الرباط أكدال، والدار البيضاء المسافرين.
محطات من الجيل الجديد تضاهي نظيراتها بكبريات الحواضر العالمية، تجاوزت دورها التقليدي كمحطات للسفر إلى فضاءات متكاملة للحياة، مستوعبة كل ما يحتاجه المسافر من مطاعم ومحلات تجارية ووكالات خدماتية، فضلا عن مرائب كبيرة للسيارات. سياسة الدولة في مجال النقل شملت كذلك المواصلات الحضرية، لا سيما في المدن الكبرى التي تشهد نمواً ديموغرافياً متسارعاً. كان التفكير في الترامواي كحل فعال وناجع لأزمة النقل والازدحام المروري. اليوم هو وسيلة نقل لأزيد من 30 مليون مسافر سنوياً، وبفضله صار التنقل بين المدينتين أكثر سهولة وسرعة. نجاح التجربة نقلها لمدينة أخرى هي الدار البيضاء. يقطع ترامواي البيضاء مسافة 47 كيلومتر عبر 71 محطة، واليوم بات وسيلة نقل أساسية لساكنة المدينة، وهو ما دفع لإطلاق أشغال خطين جديدين. قصة نجاح المملكة على مسارها الصحيح. هذه الوسيلة العصرية بينات النجاح ديالها في المدن المغربية، ولذلك كنشوفوا بأنه كانوا هناك مشاريع أخرى اللي تطورت من بعد ترام الرباط كالشبكة الكبيرة لمدينة الدار البيضاء. وفي الرباط وصلاو تمارا الآن مع تنسيق مع السلطات المحلية ومع الوزارات المسؤولة على التنقل الحضري. هناك برنامج طموح لتمديد هذه الشبكة. في القرن 21 المطارات هي البوابات الرئيسية للدول على العالم، أمر ينطبق كذلك على المغرب، وهو الذي ركز في مخططاته السياسية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة على الانفتاح أكثر على محيطه الإقليمي والدولي، كما بات الطلب على الوجهة المغربية في تزايد مستمر. ويكفي أن نعرف أن المطارات الوطنية مرتبطة بحوالي 150 وجهة حول العالم. ولاستيعاب هذه الحركة الجوية تتوفر المملكة حالياً على 25 مطاراً عبر التراب الوطني، منها 19 مطاراً دولياً بطاقة استيعابية تصل ل 37 مليون مسافر في السنة.
قصة نجاح المملكة امتدت من البر لتلامس حدود البحر، مستفيدة من شريط ساحلي يمتد على طول 3600 كيلومتر، يشمل واجهتين بحريتين هما المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. ثروة بحرية كان لزاما استغلالها اقتصاديا واجتماعيا من خلال 40 ميناء تتوفر عليها المملكة، منها 10 موانئ متكاملة منفتحة على التجارة الدولية، فضلا عن موانئ أخرى صغيرة للصيد أو الترفيه. هنا طنجة، عروس البوغاز وثاني قطب اقتصادي بالمملكة. بموقعها الاستراتيجي لا تبعد المدينة سوى ب14 كيلومتر عن أوروبا، وهي في ذات الوقت بوابة القارة الإفريقية. أهمية قرر جلالة الملك محمد السادس نصره الله إعطائها بعداً ودينامية أكبر من خلال مشروع مينائي غير مسبوق وطنياً وقارياً، هو مركب طنجة المتوسط. مشروع رائد خصصت له استثمارات إجمالية ضخمة تقارب 90 مليار درهم، وبفضل عمليات التوسعة والتطوير أصبح اليوم مركبا مينائيا متكاملا هو الأهم من نوعه في القارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط، ومن ضمن أكبر 50 ميناء في العالم. هذا المشروع مندمج اليوم الحمد لله ممكن المغرب أنه يكون متصل بما يزيد على 186 ميناء في العالم في 77 بلد، وهذا أول مرة هذا الإنجاز كيكون في المغرب، أن البلد ديالنا كيكون عنده هذا الترابط ما بين هذه الدول، وكيمكن المغرب من تصدير الصناعة ديالو إلى كل هذه الدول والاستيراد طبعا من هذه الدول. المركب يضم مينائي طنجة المتوسط الأول والثاني بطاقة استيعابية تبلغ 9 ملايين حاوية، كما يشمل ميناء للمسافرين قادراً على استيعاب 7 ملايين مسافر في السنة. وللميناء أيضاً منطقة لوجستية مهمة لاستقبال السلع والبضائع. كما يعد المركب منصة مهمة لتصدير السيارات المصنعة في المغرب نحو الأسواق العالمية. ويرتبط الميناء بشبكة السكك الحديدية والطرق السيارة. إنه صفحة مضيئة في قصة نجاح المملكة. تشييد ميناء طنجة المتوسط سمح بترحيل الأنشطة التجارية من ميناء طنجة المدينة وتخصيصه فقط للأنشطة الترفيهية والرحلات البحرية. الميناء التاريخي لمدينة البوغاز أصبح اليوم متنفسا مهما لسكان المدينة وزوارها. هذا إعادة توظيف وإعادة تهيئة ميناء طنجة المدينة كيهدف ل3 أهداف. أولا تمكين مدينة طنجة وجعلها قبلة للسياحة للرحلات الطويلة يعني الكروازير في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك جعلها قبلة بالنسبة لموانئ الترفيه يعني المارينا، كذلك بالنسبة للسياح اللي تيجيو يزوروا مدينة طنجة. فهذا الميناء بحكم قربه من المدينة العتيقة فتم يعني التصميم ديالو من أجل خلق واحد العرض يعني متماسك ومندمج. مدينة الدار البيضاء عاصمة المملكة الاقتصادية وقطب تجاري ومالي من بين الأهم إفريقياً. شكل ميناء المدينة على المحيط الأطلسي طوال عقود من الزمن القلب النابض للحركة التجارية للمغرب مع باقي العالم.
وهو اليوم ثاني أهم منفذ بحري للمغرب. هناك أنشطة استراتيجية ببناء الدار البيضاء تهم التصدير والاستيراد، حيث بلغ سنة 2018 رواج الحاويات تقريبا ما يناهز مليون حاوية بمعدل يفوق 10 مليون طن. ميناء الدار البيضاء كذلك يتوفر على منشآت ترفيهية، منشآت بحرية، منشآت ديال أوراس ديال إصلاح السفن. سياسة المملكة في تطوير البنيات المينائية همت أيضا باقي المدن على غرار ميناء أكادير الذي يلعب دورا مهما في الحركة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة ولباقي الجهات الجنوبية للمملكة. نجاح تجربة المركب المينائي لطنجة المتوسط دفع المملكة إلى التفكير في تشييد ميناء إضافي في الجانب الآخر للبحر الأبيض المتوسط، فوقع الاختيار على منطقة الناظور لبناء ميناء سيحمل اسم ويست سميث أو غرب المتوسط. انطلقت الأشغال فيه سنة 2016 على أن تنتهي سنة 2021. ليس هذا فقط، فأينما وجدت مدينة ساحلية ثمة ميناء. فللمملكة منذ قديم الزمن قصة عشق مع البحر لا تنتهي. الماء عصب الحياة وأهم ما منحت الطبيعة للبشر، ولسد حاجياته من هذه المادة الحيوية انتهج المغرب منذ فجر الاستقلال سياسة طموحة واستباقية من خلال تشييد السدود، سياسة تواصلت في عهد جلالة الملك محمد السادس بإرادة أكبر. ما فتئنا نؤكد على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود التي يعد المغرب رائدا فيها، وقد حرصت على السير على هذا النهج، حيث تم بناء 30 سدا من مختلف الأحجام خلال 18 سنة الماضية. سنوات متواصلة من العمل الميداني وجلسات عمل تلو الأخرى أعطى فيها جلالته تعليماته للحكومة لبناء مزيد من السدود في سائر التراب الوطني، مع الانفتاح أيضا على الموارد غير التقليدية كإعادة استعمال المياه العادمة وتحلية مياه البحر. هذه السدود لها قيمة اقتصادية واجتماعية من خلال تزويد المدن والتجمعات السكنية باحتياجاتها من الماء الصالح للشرب، وكذلك حمايتها من خطر الفيضانات خصوصا قرب الوديان والأنهار، فضلا عن دعم القطاع الفلاحي من خلال سقي الأراضي الزراعية، وبالإضافة إلى المساهمة في الإنتاج الوطني للكهرباء. منشآت مائية ساهمت بشكل مهم في سياسة المملكة الرامية إلى تعميم تزويد التراب الوطني بالماء الصالح للشرب والكهرباء في الحواضر كما البوادي، سياسة قطع فيها المغرب أشواطا مهمة، وهو يوصل هاتين المادتين الحيويتين إلى أبعد المناطق. هي صفحة أخرى مضيئة في قصة نجاح المملكة. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنجز مشاريع مكنت اليوم المواطن المغربي من الولوج إلى الماء وإلى الكهرباء في أحسن الظروف. كان نسبة الولوج إلى الماء فيها لا يتعدى 37%، اليوم نسبة الولوج إلى الماء تتعدى 97%. فيما يتعلق كذلك بالكهرباء، نسبة الولوج إلى الكهرباء في العالم القروي 99.70%.
الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية تنامى بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مع تزايد الساكنة الوطنية التي انتقلت من 26 مليون نسمة سنة 2000 إلى زهاء 36 مليون نسمة حاليا، هذا إلى جانب تطور الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، أمر دفع المملكة إلى التفكير في تنويع مصادرها الطاقية والتقليل من تبعيتها الطاقية للخارج، فكان الخيار واضحا وضوح الشمس: اللجوء إلى الطاقات المتجددة. خيار الطاقات المتجددة جاء استفادة مما تزخر به المملكة من مقومات طبيعية ومناخية، من رياح، شمس ساطعة وموارد مائية. بدا الأمر وكأنه شراكة مثمرة مع الطبيعة. انخرطت بلادنا في ترشيد استعمال الطاقة في كافة المجالات، مما جعل أننا الآن بدأنا تدريجيا نتحكم في الفاتورة الطاقية التي تصل إلى 7 ملايير دولار، حوالي 70 مليار درهم، كلها يعني أكثر من 90% مستوردة، ولكن بدأنا نخفض من هذه التبعية الطاقية. عندنا الآن إقبال من أكثر من 12 دولة على الاستثمار في القطاع الطاقي في كافة المجالات، وخاصة القطاع الطاقات المتجددة. إنجازات مهمة في جهات المملكة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة الشمسية والريحية والمائية. انخرطت بلادنا الآن في تصنيع الطاقة. تحرك الطموح فعليا سنة 2009 مع إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية. كانت الأهداف واضحة على كبرها، وتم رفع التحدي عاليا. الوصول إلى نسبة مساهمة للطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني للكهرباء في حدود 42% بحلول 2020، ثم زيادة هذه النسبة إلى 52% في أفق 2030. ومنذ ذلك الحين توالت التوجيهات الملكية السامية للمضي بثبات نحو الهدف المنشود. هذه الإنجازات كلها برهنت على دقة رؤية صاحب الجلالة نصره الله، ونجاعة الطموحات التي سطرها لبلادنا، سواء فيما يتعلق بتحقيق الأمن الطاقي الوطني وتمكين الاقتصاد الوطني من توفر حاجيته بدون عناء في المستقبل، ومن جهة أخرى المساهمة الفعلية للمجهود العالمي في الحد من تبعات التقلبات المناخية. طموح المملكة في تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية كان انعكاسه جليا على أرض الواقع، وترجم إلى إنجاز مغربي آخر: أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم شيد على 4 مراحل بمدينة ورزازات، حيث تشرق الشمس طوال 320 يوما في السنة. مركب صمم في احترام كامل للمعايير الدولية، سواء من الناحية التكنولوجية أو البيئية، متضمنا كذلك منصة للبحث والتجارب والتكوين. للمشروع أيضا أبعاد تنموية من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. مركب نور ورزازات ليس الوحيد وطنيا، فثمة مركبات عديدة أخرى، بعضها في مرحلة الاستغلال وأخرى قيد التشييد أو الدراسة. يمتد هذا المركب الذي أشرفت على إنجازه الوكالة المغربية للطاقات المتجددة مازن على مساحة 3000 هكتار، ويحتوي هذا المركب على 4 محطات للطاقة الشمسية. هذه المحطات ال4 تولد في مجموعها ما يناهز 582 ميجاوات،
وهو ما يعادل احتياج 2,000,000 نسمة من ساكنة المغرب. رياح المملكة جرت وفق الطموح الوطني في مجال الطاقات المتجددة. تم اختيار المناطق الملائمة مناخياً وطبيعياً لإنشاء حقول ريحية تمتد على طول كيلومترات. نحن بأحد هذه الحقول الريحية هنا ضواحي مدينة طنجة. دوران محركات 165 مروحة يضمها الحقل يولد طاقة كهربائية كافية لتلبية حاجيات مدينة طنجة بأكملها. تتواجد حاليا بالرحبة الريحية لطنجة، والتي تعتبر ثالث أكبر محطة في إفريقيا، وتندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية المملكة المغربية لتطوير الطاقات المتجددة وتنويع موارد الطاقة الوطنية في إنتاج الكهرباء والمحافظة على البيئة، مما يساهم في تثمين الطاقة المتاحة. ريحنا مصدر قوتنا. مشاريع شمسية، ريحية وهيدرولية، وهو مؤشر واضح على أن المملكة في مسارها الصحيح للوصول إلى أهدافها المنشودة في هذا المجال. بفضل الرؤية لصاحب الجلالة والتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة، المغرب بنى واحد استراتيجية اللي هي طموحة ولكن في نفس الوقت واقعية، مبنية على 4 الأهداف. أولا تأمين التزويد على الطاقة، تعميم الولوج للطاقة بأقل تكلفة، النجاعة الطاقية، يعني الحماية ديال البيئة. فبفضل هذه التوجيهات المغرب بنى اليوم واحد الاستراتيجية اللي هي معترف بها على الصعيد العالمي. لما توفرت البنيات التحتية والمواصلات والمصادر الطاقية رفعت الطموحات أكثر، وأصبح التحدي الجديد متمثلا في تنويع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية للرقي به إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة، أمر لا يستقيم دون إقلاع صناعي. انكب المغرب منذ سنوات على تنمية مهن صناعية عالمية في إطار مخطط إقلاع، وقد أعطى ولله الحمد نتائج تشجعنا على الاستمرار في نفس النهج. وفي هذا الصدد ندعو الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة لتنويع وتوسيع نسيجنا الصناعي. لخلق صناعة مغربية قوية تم العمل على تنزيل عدة استراتيجيات وطنية كمخطط الإقلاع الصناعي سنة 2005، الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009، ثم مخطط تسريع التنمية الصناعية للفترة ما بين 2014 و2020. حددت الأهداف في زيادة نسبة الصناعة في الناتج الداخلي الخام وإنعاش الصادرات الوطنية كماً وكيفاً، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية. ولتوفير الظروف الملائمة للاستثمارات الصناعية تم تشييد العديد من المناطق الحرة في جهات شتى من المملكة. الرؤية ديال صاحب الجلالة نصره الله فيما يخص قطاع الصناعة أعطت نتائج إيجابية. إلا شفتوا هاد الاستراتيجيات اللي توالت في هاد السنوات الأخيرة كان أهداف واضحة، أنه إنشاء مناصب شغل، تصدير يكون في واحد المستوى مهم، وفي هاد الأهداف هادو وصلنا يعني النتائج. إلا شفنا التصدير تجاوزنا 240 مليار ديال الدرهم في سنة 2018. ظروف سمحت ببروز منظومة وطنية في صناعة السيارات، وتوالى توافد الاستثمارات الأجنبية في القطاع، بدءا بمصنع سوماكا لمجموعة رونو الفرنسية بالدار البيضاء. طموح المملكة في القطاع عرف منعطفا مهما سنة 2012 مع تدشين مصنع لذات المجموعة الفرنسية، هو الأكبر والأحدث بالقارة الإفريقية. Qu'est-ce qui a rendu cela possible? C'est très clair. Une vision très claire. La vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI
ما الذي جعل هذا ممكنا؟ الأمر واضح، رؤية ملكية حكيمة، سرعة وجودة في إنجاز كل مشاريع البنيات التحتية بالمملكة من طرق وسكك حديدية وطاقات متجددة، إضافة إلى سياسة تأهيل الكفاءات. ونحن جد سعداء اليوم بما حققته مجموعة رونو من نتائج مميزة على مستوى الإنتاج والتصدير، نتائج تجعل من المغرب محطة مهمة بالنسبة للمجموعة. Ce potentiel humain avec la mise en place de formations tout à fait innovantes. تطور القطاع تجاوز حدود التوقعات حين صار اعتباراً من سنة 2015 أول قطاع مصدر بالمملكة متجاوزاً قطاع الفوسفات. صار الحلم حقيقة. نجاح دفع مجموعة فرنسية عملاقة أخرى إلى الاستثمار في المغرب هي بيجو سيتخوين، بعد إشراف جلالة الملك في يونيو 2019 بمدينة القنيطرة على تدشين مصنع هو الأحدث والأكثر تطوراً للمجموعة الفرنسية. للمصنع طاقة إنتاجية تبلغ 100,000 سيارة ومحرك مرتبط بها في مرحلة أولى، قبل الانتقال إلى 200,000 سيارة ومحرك كمرحلة ثانية. لأول مرة ستصنع محركات السيارات بالمغرب. دينامية مكنت من خلق منظومة وطنية متكاملة للتجهيزات والخدمات المرتبطة بصناعة وتركيب أجزاء السيارات، حيث أصبحت المملكة اليوم تضم أزيد من 200 مجموعة متخصصة في إنتاج مكونات السيارات، على غرار مجموعة فوريسيا الموجودة في المغرب عبر 3 مصانع، هذا واحد منها بمدينة القنيطرة. الانتاج ديالنا تيهم مجموعه من الاجزاء في السيارات، تيهم الكراسي، تيهم لي طابلو دو بور، تيهم لي سيستيم ديشابمون في الشركه ديال القنيطره الثانيه، وتيهم لابارتي ديال لي زابيتات ولي موس ولي كواف. الواحد الشيفر دافير ولا رقم معاملات اللي تيقدر يديباسي واحد 200 مليون اورو في العام بالنسبه للشركات الثلاثه. هذا التطور عنده علاقه بمجموعه من الامور. الامر الاول هو اليد العامله الموجوده بكثافه وبواحد الكفاءه اللي مطلوبه في صناعه السيارات. نجاح قطاع صناعة السيارات منح شحنة أمل كبيرة لعلامة صنع بالمغرب، بل وفتح الباب على مصراعيه لبزوغ قطاع صناعي آخر هو صناعة الطيران. قطاع صناعة الطيران حديث العهد بالمغرب، وبفضل الإشراف الملكي على القطاع يحقق نموا سنويا سريعا يفوق مستويات النمو العالمي. والدليل أن كبريات المجموعات العالمية وضعت ثقتها في المغرب للاستثمار كبوينغ وبومباردييه وإيربوس وسافران وغيرها. عرف القطاع سنة 2016 منعرجا مهما حين ترأس جلالة الملك بالقصر الملكي بطنجة حفل التوقيع على اتفاقية إحداث منظومة صناعية بالمملكة لمجموعة بوينغ الأمريكية الرائدة عالميا في صناعة الطيران. اتفاقية نصت على استقرار 120 ممونا لبوينغ وتوفير 8700 منصب شغل مع الرفع من الصادرات الوطنية للقطاع. في وقت وجيز عرف القطاع نموا متسارعا وصل ل 20%، ويشهد اليوم استقرار 140 مجموعة عالمية تشغل حوالي 17,000 شخص.
تشمل أنشطتها إنتاج الأسلاك الكهربائية وإطارات الطائرات وقطع الغيار والتلحيم، بل امتدت لتشمل صناعة مكونات داخلية دقيقة في الطائرات، وهو نشاط هذه المجموعة الصناعية المستقرة في مدينة الدار البيضاء. ما الذي جعل مجموعتنا تختار المغرب لتشييد هذا المصنع منذ 8 سنوات؟ الأمر راجع أولا إلى الموقع الجغرافي للمغرب وقربه من أوروبا، ثم توفر الطاقات البشرية المؤهلة، فضلا عن دعم الدولة ومواكبتها لنا في مختلف مراحل الاستثمار. مجموعات عالمية وضعت ثقتها في المغرب، وهو ما بوأ المملكة الصدارة الإفريقية والعربية في مجال صناعة الطيران. قصة نجاح المملكة حلقت عالياً. بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك ومخطط التسريع الصناعي، حقق قطاع صناعة الطيران نتائج مذهلة من خلال عدة منظومات تهم تركيب وإصلاح الطائرات وكذا الهندسة والأنظمة الكهربائية، وهو ما يمثل أزيد من 4% من الصادرات الوطنية، وبنسبة اندماج محلي تصل ل 34%. ولأن هذه الصناعات الحديثة تتطلب موارد بشرية مؤهلة، نهج المغرب خلال العقدين الأخيرين سياسة طموحة في مجال التكوين المهني، فقصة النجاح التي رسم جلالة الملك معالمها كتبت بسواعد أبنائها. إننا نضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتماماتنا، ونعتبر أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل، ويعد التكوين المهني رافعة قوية للتشغيل. تعليمات ملكية ترجمت على أرض الواقع إلى جلسات عمل متتالية توجت بالمصادقة على خارطة الطريق للرقي بمنظومة التكوين المهني في أبريل 2019. خارطة تركز على تأهيل عرض التكوين المهني وملائمته مع متطلبات سوق الشغل، مع إحداث جيل جديد من المؤسسات واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة. توجه مكن المملكة من التوفر على رصيد بشري شاب ومؤهل، هو المحرك الرئيسي للقطاعات الصناعية الحديثة، بفضل 2000 مؤسسة للتكوين المهني موزعة بين القطاعين العام والخاص، توفر التكوين لنصف مليون متدرب وطنياً. هنا بمنطقة النواصر بالدار البيضاء، موطن صناعة الطيران بالمملكة، يوفر هذا المعهد التابع لتجمع صناعة الطيران والفضاء تكوينا ملائما لحاجيات المجموعات الصناعية. شباب طموح يرى في التكوين بداية الحلول. L'Institut des métiers de l'aéronautique forme des opérateurs et techniciens. معهد مهن الطيران يكون كفاءات مؤهلة لفائدة المجموعات الصناعية المستقرة في المغرب. نمنح تكوينات في 7 تخصصات: التلحيم، التركيب، صناعة قطع الغيار، النظام الكهربائي، الصباغة. تكوين يتلائم وحاجيات الشركات ويتم بالتناوب داخل المعهد والمصانع. من مجال لآخر تترسخ ريادة مغربية وطموح يلامس عنان السماء بل ويعانق الفضاء. نوفمبر 2017 كان إطلاق القمر الصناعي محمد السادس ألف. سنة بعد ذلك عززت المملكة إمكانياتها التكنولوجية بإطلاق قمر صناعي ثان يحمل اسم محمد السادس باء.
وتكمن مهمة القمرين في مراقبة التراب الوطني بالتكنولوجيا عالية الدقة وتوفير قاعدة من البيانات تستعمل في مجالات التنمية المستدامة والفلاحة والتطوير العمراني، فضلاً عن رصد التغيرات المناخية ومراقبة التراب الوطني. قصة نجاح المملكة كان الحرص الملكي كبيراً أن تشمل بعدل سائر جهات الوطن حتى تتقلص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بينها. دينامية كبيرة تحولت بفضلها الجهات إلى أوراش مفتوحة للتنمية الشاملة، وتغيرت ملامح المدن المغربية بفضل المشاريع المهيكلة وتطوير البنيات التحتية. عصرنة حافظت في ذات الوقت على الإرث الثقافي والحضاري لمملكة ضاربة في التاريخ. الرباط عاصمة المملكة الإدارية وواحدة من أكبر مدنها. اليوم هي أيضاً العاصمة الثقافية بفضل المشروع الطموح مدينة الأنوار لإعادة تأهيل المدينة والارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية الكبرى. كل ذلك مع الحفاظ على المعالم التاريخية للمدينة. مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق حظي بعناية وتتبع جلالة الملك منذ انطلاقة أشغاله سنة 2006، وفي وقت وجيز أنجزنا مشاريع مهمة كمارينا، قنطرة الحسن الثاني، خط الترامواي ونفق لودايا. Les rives de Rabat en juin 2007, le tramway, le pont Hassan II et le tunnel des Oudaya. شمال المملكة بموقعه ومؤهلاته الهائلة كان له نصيبه الوافر من دينامية التنمية من خلال عدد كبير من المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. عروس البوغاز استفادت من مشروع طنجة الكبرى وتحولت في زمن وجيز إلى واحدة من أجمل المدن المغربية والإفريقية وأكثرها تطوراً على مستوى المرافق والخدمات والبنيات التحتية. عرفت الأقاليم الشمالية ثورة صناعية واقتصادية واجتماعية، ودليل على ذلك جميع المشاريع الكبرى التي تم إنجازها، لا من طرق سيار، لا من مناطق صناعية ومناطق حرة، وخاصة الميناء المتوسطي. وماشي غير طنجة بوحدة اللي عرفت هذه القفزة النوعية، ولكن جميع الأقاليم الشمالية. فأكثر من 150 مليار درهم تم استثماره من طرف الدولة في هذه الأقاليم الشمالية. جوهرة البحر الأبيض المتوسط الحسيمة جمال فوق كل وصف، ومقومات سياحية واقتصادية أخذت طريقها نحو التطوير والتثمين من خلال مشروع منارة المتوسط. مدينة الناظور من أهم حواضر الجهة الشرقية، استفادت هي الأخرى من مشروع طموح لتهيئة بحيرة مارتشيكا، تهيئة شاملة همت الكورنيش ومارينا المدينة، فضلاً عن إحداث العديد من المركبات السكنية والسياحية والمرافق الترفيهية. مشروع تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا هو من بين أهم المشاريع المهيكلة اللي أعطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة في سنة 2008، واللي كان الهدف منها أننا نخلقوا من الموقع ديال البحيرة واحد الوجهة سياحية مهمة على محيط البحر الأبيض المتوسط. الأقاليم الجنوبية كانت دوما في قلب الاهتمامات الملكية، والرمال التي استمات المغاربة تاريخيا دفاعا عنها تحولت من أراضٍ قاحلة إلى واحات من العمران والمشاريع. فالمغرب في صحرائه إرادة وبناء، والصحراء في مغربها أوراش ونماء. الدار البيضاء أكبر مدن المملكة والعاصمة الاقتصادية، شهدت هي الأخرى نهضة عمرانية وتنموية تليق بمكانتها كأكثر الجهات صناعة للثروة. ليس هذا فقط، فمسيرة التنمية لم تستثني أيا من الجهات أو المدن، تنمية صارت قاعدة لا استثناء. دينامية تنموية واقتصادية
ساهمت في خلق ظروف ملائمة للأعمال والاستثمار، وهو ما بوأ المغرب المرتبة 60 عالميا والأولى إفريقيا في مؤشر مناخ الاستثمار. جاذبية المملكة لم تقتصر على جلب الاستثمارات الاقتصادية، بل امتدت لتشمل بنفس النجاح استقطاب السياح الأجانب. مؤهلات طبيعية خلابة، إرث تاريخي وحضاري غني، واستقرار سياسي وأمني قل نظيره في المنطقة. مع كل الأوراش والبنيات السياحية والترفيهية، شكلت عوامل قوة الوجهة المغربية. مناخ الاستثمار في المغرب حسب تجربتي مناسب ومشجع، فنحن كمستثمرين أجانب لا نجد صعوبات تذكر، وتساعدنا الإدارة المغربية في تسهيل استثماراتنا هنا بالمملكة. ما حكيناه في قصة نجاح المملكة ليس سوى غيد من فيض، وسقف طموحاتها في مزيد من النجاحات والإنجازات لا حدود له. مع غروب شمس كل يوم لا تغرب أحلام الوطن، بل تكبر مع إشراقة يوم آخر. كل يوم هو كتابة لصفحة جديدة في قصة نجاح المملكة، بنظرة أمل وطموح متجدد.